يا سعد يا سعد، ايه؟ الحقني. في ايه؟ قوم يلا انت وهو افتح الباب. لا يا طنط احنا بنلعب، قومي افتحي انت. هو اللي الخدامه اللي ابوكوا جابها لكم؟ ماشي، حسابي معاكم بعدين. انت اللي جابك هنا؟ انت عايز تفضحني؟ يا بنت انت بتكلمي ابوكي بالطريقه دي كده ليه؟ ثواني، خليك زي ما انت هنا، ما تتحركش، هدخل العيال بس. طيب ادخلوا انتوا الاتنين العبوا جوه. يلا تعال ادخل جوه بسرعه. خلاص بالراحه عليا شويه يا بنت. الحمد لله محدش شافني. عايز ايه يابا؟ اكون عايز ايه يعني؟ عايز فلوس. مفيش فايده فيك، انا جوزي ما عادش بيديني فلوس بسببك. امال هاكل اخواتك ازاي وامك وادفع لك الايجار هناك ازاي؟ احنا عايزين فلوس يا بنت. يا بنت النعمه اللي انت فيها دي انا السبب فيها. بقولك ايه، ما تشوفي حته دهب هنا ولا هنا؟ انت بتقول ايه؟ انت عايز نسرق الذهب؟ احنا مش هنجيبها فيكي، احنا هنخطط وندرس. ازاي يعني؟ قلتلي ازاي؟ احنا هنسرق حتة دهب لا من شاف ولا من دري، ولو متهمينها في امه، مامه بتجيله هنا كل شوية وخلاها هي تشيل الليلة عشان يخلالك البيت كله يا بيت. اني سيبيلي التخطيط وانتي عليك التنفيذ. تصدق عندك حق، فكرة حلوة. طب استنى انا هجيب الذهب واجي. بقولك ايه يا بيت، نعم. هات الدهب كله. ماشي، ادي الذهب اهو يابا، بس ما تبقاش تنساني في الفلوس. فارم عليك، انا هقوم انا امشي واخلع. خليها عندك جوه فاضيه بقى. ربنا يستر، انا قلبي مش مطمن. ايه يابا، في ايه تاني؟ ايه ده؟ انا لقيت ذكر البط ده على السلم يلزمني. خدوا وامشي، خدوا وامشي يابا، ما تفضحناش. خلاص. هو معنى الكلام ده يا كريم ان تيتا هتسيب البيت وهتمشي؟ ما اعرفش، تيجي نروح نقول له. ماشي. تيتا شوف احنا صورنا ايه. وريني كده. ياه، كل ده يطلع منك؟ بقى هي الحكاية كده؟ طيب انا هعرفك. الو، ايوه يا سعد، انت فين يا ابني؟ تعالى دلوقتي حالا، عايزاك في حاجه مهمه دلوقتي. مع السلامه. يلا يا حبايبي، يلا يا مجدي، يلا يا كريم، روحوا العبوا انتوا كده وسيبوا التليفون معايا شويه. ماشي. يا رنا تعالي افتحي الباب، تقريبا جوزك جه من الشغل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ام، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا عني؟ يلا يا رنا حضري جوزك الغدا، جاي من الشغل زمانه جعان. ماشي يا ماما، ثواني والاكل يكون جاهز. ايه بقى يا ست الكل، كنت عايزاني ليه؟ بص يا سعد، انت كل مره بتيجي عليا وبتزعل مني وبتظلمني عشان خاطرها، ماشي؟ النهارده بقى حصل حاجه غريبه شويه. حصل ايه؟ عيالك هم قاعدين بيلعبهم، انا مش هتكلم، خد شوف انت بنفسك عشان انت دايما ظالمني. هو الموضوع كده؟ تمام. عاجبك بقى كده؟ سيب الموضوع ده عليا. انتوا مش بتعملوا خطط؟ شوفوا الخطط بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. يا سعد، يا سعد الاكل. سعد، مالك؟ سعد، يا سعد. ها؟ مالك، في ايه؟
مفيش حاجة. لا مالك، شكلي في حاجة. شوية مشاكل في الشغل والجديد يعني. لا دي مش مشكلة شغل بس، مالك في ايه؟ فاكرة أستاذ عباس اللي أنا كنت بحكي لك عنه؟ اه. دلوقتي سرق الخزنة بتاعتنا في الشركة سرقها؟ وأنا اللي لبست فيها. ازاي يعني؟ معرفش أعملها ازاي يا ابن اللذين ده. طب والعم؟ يدفع الحبس. هقولك جيبي حتتين الدهب اللي معاكي على دهب أمي وهبيع العربية، ويمكن أسدد الميزانية والعجز اللي فيها. يدفع الحبس. الدهب؟ الدهب بتاعنا؟ أيوه. طيب انا هقوم اجيبه. ماشي. يا سعد، يا سعد، إيه؟ الحقني، في إيه؟ الدهب مش موجود. نعم، الدهب اللي مش موجود؟ مش موجود، دخلت اشوفه مش موجود في العرض. ازاي يعني؟ مفيش حد غريب يخش عندنا. ايوه يكون راح صح، فين يعني؟ مفيش حد غريب بيدخل. ممكن تكون امك؟ نعم. تعبيطة؟ أمي مين اللي تاخد الحاجة دي؟ هيكون مين يعني؟ معرفش، ما فيش حد غريب بيخش عندنا. الدهب راح فين يعني؟ بما ان الموضوع كده، ما تكلمي لابوك يجي ياخدها يوديها مصحة دار رعاية في اي داهية، نغورها من هنا. انت بجد هتعمل كده في مامتك؟ مش هي اللي بدأت واخدت الدهب؟ تستحمل بقى. طب تمام كده، بقى الموضوع عايز قعدة. تمام، كلمي لابوك استعجليه بقى. ماشي انا هكلمه دلوقتي. ابوك وصل، قوم افتحي له. وش جوز بنتي، اتفضل يا حماية العزيز. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله حبيب قلبي. اخبارك ايه؟ كله تمام. متفل والست. انت عامل ايه بقى؟ امك مالها؟ هي فين؟ هجيبها لك حالا. ما تعمل لنا شاي. حاضر هعمله دلوقتي. هو هتكون بنتي مزعلاك في حاجه؟ لا بنتك ما زعلتنيش، انت اللي زعلتني. هنا هقول لك ازاي. تتفرج كده معايا على الفيديو ده. ماليش مزاج اتفرج على فيديوهات. لا الفيديو ده هيعجبك قوي. بص كده. ايه ده؟ الراجل ده شكل على فكرة. واللي جنبه دي لا معرفهاش. ما بتجيش عندكم البيت دي؟ ما علينا. الدهب اللي انت سرقته انت وبنتك يرجع. دهب ايه؟ انا ما سرقتش حاجة. والفيديو ده بتبلع عليكم. الفيديو ده تكنولوجيا صناعية بالجديد. تكنولوجيا صناعية. انا هكلم الحكومة تيجي هي تتصرف في الموضوع ده. لا ابوس ايدك، حكومة لا. بنسلك ونكون حلوين مع بعض. يبقى نسلك. الورقة اللذيذة دي محتاجة امضتك. انت عارف ان انا ماليش في القراية والكتابة. يبقى تبصم يا حبيبي. على ايه؟ على ايه؟ ان بنتك ما تلزمنيش. بنت رنا. نعم. خليك شاهد على اللي هيحصل دلوقتي. صبعك الجميل ده محتاجينه في بصمة حلوة هنا. الورقة دي بتثبت يا حبيبتي ان انت متنازلة عن كل مستحقاتك. انت طالق يا حبيبتي. ليه عملت كده؟ ليه انا عملت لك ايه؟ يلا يا حبيبتي انت وابوك على بره. يلا يا حبيبي انت كمان. مش لما هو هيبقى يفهمك يا حبيبتي اللي دار في البيت. يلا شوف شو وشك هنا. يلا يا اخوي، يلا ده ناي، يلا يا حبيبي، يلا يا ابوي. يما توته. نعم يا ابني، نعم يا ابني. تعال عايزك يما. خير يا ابني. حقك عليا. اقعد يما. كل مرة باجي عليك وبظلمك. صدقتنيش في الاول، ولا دي انسانه مش كويسه وبتاخد حاجتنا، وبلاقي الحاجه ناقصه ما بتسمعش الكلام. كنت عايزة عاملة- حنين عليك يما عاملة- وعلى عيالي. لا ما هيش حنين عليا ولا على عيالك. غارت مبهدلانا ومبهدله عيالك. غارت هي ما مش وابوها. امهم. غارت هي وابوها، ما عادتش راجعة هنا تاني. امك ثم امك ثم امك. الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك الله يا يرضى عليك. ربنا يخليك.